الخبز حلو بعد. والله في نفس مغرمش شويه. ايه محمصه انا على الفحم. ايه البصل وايد عجبني، انا اموت في البصل. ايه البطاط كنت بس لازم البصل المكرمل ولا اللي في الصوص؟ الاثنين. طيب لو هنعمل البرجر في طاسة هنحط شوية زيت أو زبدة، وفي نفس الطاسة واحنا بنعمل البرجر هنحمص الخبز. والبصل ده لازم تجربوه، خطير جدا، والصوص كمان. محدش يقول مش هحط بيض، هي بيضة واحدة وصدقوني مش هتبان خالص في البرجر، ولكن هتخليه طري وجوسي جدا. بالنسبة للبصل المكرمل، في طاسة زي كده فيها شوية زيت أو زبدة، ولو زبدة يفضل بتخلي الطعم أحلى، وفي الحالتين حلو برضه. وننزل بأي كمية بصل يكون متقطع رفيع جدا، ورشة سكر لو عايزينه يتكرمل بسرعة، وبعدين رشة ملح ورشة فلفل أسود، وبس كده لحد ما يوصل للون اللي انتوا هتشوفوه ده. طبعا النار تكون هادية جدا علشان البصل ما يتحرقش مننا. ممكن نحطله شوية مية صغيرين كمان علشان يبقى طري معانا. تابعوا الفيديو للنهاية وشوفوا طريقة البرجر على الفحم، هتعجبكم جدا ان شاء الله. خير، مساء الفل. دلوقتي يا حبايبي احنا هنعمل برجر على الفحم، تمام. واحد صاحبنا قال اعمله في طاسة احسن، لان ايه، على الفحم بيبقى طعمه مش حلو. فانا قلت له لا، على الفحم احسن. ومع ذلك هنعمل تيست يا عم الاول، لو طلع احلى إيه هنكمل هنا. عليكم السلام. لو طلع مش حلو هنعمل في الطاسة. فاحنا دلوقتي بنعمل تيست واحد، تمام. نزلنا بواحد. يا باشا، ايه يا حبيب قلبي، شو تسوي لنا اليوم؟ نسوي برجر يا باشا على الفحم. شو تسوي لنا اليوم يا الباشا باشا؟ بيقول على الفحم بيبقى اوحش، لا. تمام. فانا بتحداه بقول له على الفحم احلى، تمام. مين فاحنا اللي بنعمل تيست واحد. مين اللي هلال، يقول هلال. هلال؟ فاحنا بنعمل تيست واحد. كل هلال. ايه، لو طلع حلو هنعمله كله على الفحم، لو طلع مش حلو هنعمله في الطاسه، تمام. ايه مرموش عمل حاجه؟ مرموش ما يلعب، مرموش ما بيلعب. والله ظلم، ظلم عنصريه والله. فاحنا بنجرب. معلومه بقى يا شباب عايز اقول لكم عليها، لما تيجوا تشوم هتجيبوا شويه ملح وهتحطوهم كده على الفحم. ليه؟ بيخلي الفحم ما يطفش بسرعه، وفي اضرار كده في الفحم، كلام علمي يعني كبير عليا. بيمنع الاضرار دي، تمام. ونقطه تانية للبرجر عشان ما ينكمش، بنعمل ايه؟ بنيجي في نص البرجرايه كده ونضغط في النص كده، نعمل ثقب بسيط كده. ليه؟ عشان بتمنع ان هو ينكمش. هو هينكمش بس مش هينكمش للدرجه الكبيره، فاهمين؟ هنجرب، هنشوف التجربه ونرجع لكم تاني ونشوف رأي الشباب ايه. حبايب قلبي، احنا هنعمل تركاية كده بسيطة يعني، بس هتودي برضو التست في حتة تانية. هنمسح شوية زبدة كده وبفرشة زي دي، وهنعمل هندهن كده البرجر كده من على الناحيتين الاتنين، تمام. وهنعمل حاجة كمان، هناخد شوية زبدة كده اللي سايحين تحت دول، وهندهن الخبزة بتاعنا عشان نحمصها. طبعا دي بتخلي الكايزر الخبزة في حتة تانية خالص، تمام. حطها على النار، ارجع لكم تاني كده. حمصنا الخبزة بالشكل ده، تمام كده. خليها على جنب دلوقتي لحد ما نشوف البرجر شو استوى فيه. تقريبا يعني بالنسبة ان في ارتفاع ما بين الفحم والبرجر والنار هادية، فهي 5 دقايق، فهي الطبيعي من دقيقتين 3. فهي طولت شوية عشان في ارتفاع، في مسافة. مش عارف هي واضحة عندكم ولا لا، تمام. هنخلص التجربة دي وارجع لكم تاني. يا شباب زي ما قلت لكم احنا بنعمل التجربة دي، هنشوف رأي الشباب وبعدين هقول لكم انا عملت ايه. اول حاجة بس ايه، هنحط شوية ملح على الناحية اللي استوت، تمام. مش كتير يعني، حاجة بسيطة كده، تمام. وبعد كده هنحط شوية فلفل اسود رشة. هحطه وارجع لكم تاني، تمام، عشان لازم الف البتاعة دي بايدي انا الاتنين. اوكي، مش هعرف، تمام. حطينا رشة ملح ورشة فلفل
وتقريبا هو خلاص فاضل له دقيقة وهيستوي. يعني بصوا كده دقيقة بالظبط، وهنعمل تيست مع الشباب ونقول لكم يا شباب اللي احنا عاملينه. طبعا هكتب لكم احنا عاملينه ازاي، انا عامله في فيديو قبل كده هحطه لكم برضو. تمام، هنحط الصوص هنا. تمام، وبعدين هنطلع البرجر ونحطه، وبعدين هنحط البصل المكرمل بس كده، مش هنحط اي حاجة تاني. تمام، هظبط وارجع لكم. هو كده تقريبا استوى. تمام، احنا هنحط بس رشة ملح زي ما قلت لكم، دي لفنزاتي يا فنزاتي حبايب قلبي، وبنحط رشة فلفل اسود. خلاص، ده الباشا اللي بيقول على الفحم بيبقى وحش، هو دلوقتي هيعمل تيست. زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي، هي كده خلاص جاهزة. هنحطها زي ما قلت لكم، عملنا بس الصوص اللي قلت لكم عليه ده، وهنحط اللحم. خلاها ايه الجنب ده اللي لسه طالع. ليه بقى الحكمة في كده؟ عشان تعالى هنا معلش، عشان هنحط الجبنة. طبعا البرجر سخن، فلما نحط الجبنة عليه من فوق هتسيح شوية. نحط واحدة صفرة اصفريقة، واحدة ايه احمر ابيضيقة. تمام، بس ايه نسينا البصل. اشكرك على الملحوظة والله. تمام، كفاية كده يا باشا ولا نزيد شوية؟ كفاية. زين. بعدين كده ده شكل البرجر بتاعنا يا جماعة، احسن من البيج ماك والله. صح يا باشا؟ تمام، بعد كده شو هنسوي؟ هنقسمه كام 4 عشان الشباب تدوق، ولا مش مهم انت بس يعني تعمل التست؟ اللي تحب قلبك. بص يا باشا، شوف بقلبك وحس بعينك. يلا قطعوا. يلا يا شباب، ده وقت التجربة. اتفضل يا باشا، شيل لك قطعة. كيف قطعة؟ هم 4، فانت خد قطعة. هو زين. ايه انت ركز على قول، اللحم. بس انا عايزك انت تدوق بالتحديد، لان انت عملته قبل كده وقلت لي ما عجبنيش. الو، هوني ماكو شوكولات. جرب شوكليت؟ هات. شوكولاته. ايه مش مشكلة، شو المشكلة؟ خرب الطعام. لا شو بالعكس، في هذا؟ في كاتشب. صوص بس كده. شوف في مناديل. شو يا باشا، انا عايز اللي عمله وما عجبوش. اتفضل يا باشا. ركز على اللحم مو على الصوص. ما علينا، انت عملته قبل كده وقلت مش حلو خالص، انت شو رأيك؟ عادي بدون مجاملات. افضل من اللي انا سويته طبعا، افضل، الله يخليك. بس مش احلى من يوم تسويه على في الطاسة بزبدة وبتاع مع الزيت والهذا. بالعكس، ده كده احسن، كده صحي هو شوية. صحي، انا ما علي حمل الصحي، انا علي ايه حمل احلى. ايه فهو مو حلو بس ايه. بس اللي على القهوة احلى. انت قلت لي في الاول وحش جدا صح؟ وحش بالنسبة ان انت تقول يعني سويته وحش جدا. بالنسبة ان انت تقول ده حلو بقى حلو على الفحم كده، ده عندي يعني 200 على 100 حبيبي بالعافية. يعني نعمل الباقي على الفحم. على الفحم. صباح الفل. الو، شو رايك؟ والله عبود حبيبي بالعافيه، حبايبي بالعافيه. يا حبايبي، تجربه نجحت كده. بقى اقدر اقول لكم احنا عملنا ايه. تمام، هنكمل بس الشوي وارجع اقول لكم احنا عملنا ايه. حبايب قلبي، دي الكميه اللي انا عملتها. انا عملت الكيلو على 8، عملنا واحده تيست ودول السبعه. تمام، احنا نعمل كيلو تاني عشان في ضيوف جايه، ونفس الطريقه برضه.
هقول لكم احنا عملنا ايه. اول حاجه هنزل ببضايه، تمام، نزلنا ببضايه، كمان بمعلقه بهارات برجر، بس طبعا انا ما لقيتش في المنطقه اللي انا فيها بهارات برجر، فنزلت ببهارات مشاوي، تمام. هي زي ما انتم شايفين يعني، هو قالوا حلوه، تمام. هنزل بتقريبا معلقه كده، تمام. طبعا بهارات البرجر هتبقى افضل. ملحوظه كمان، البرجر اللي انا كنت مجهزه انا خليته في التلاجة. ليه خليته في التلاجة؟ لان لازم يكون ساقع عشان اللحمه ما تفكش، تمام. وهنزل تاني تقريبا يعني كوبايه او كوبايه الا ربع بقسماط، زي ما انتم شايفين كده، بالشكل ده. طبعا انتوا حابين تجيبوا كوبايه وتعايروا بيها مفيش مشكله، انا يعني عشان عامله قبل كده فعارف يعني انا بعمل ايه. وبعد كده هنزل بشويه فلفل. ده فلفل مجروش، انا بفضله عن الناعم. ليه؟ بيبقى فيه النكهه بتاعته اكتر، تمام. طبعا في حاجه انتوا اكيد خدتوا بالكم منها، تقريبا نص معلقه، ان انا مش هحط ملح. ليه مش هحط ملح؟ لان الملح بيخلي الميه اللحمه تنزل ميتها، فمش هحط ملح. هحط ملح زي ما انتوا شفتوا كده، لما البرجر يستوي هديله رشه ملح، بس رشه من فوق كده عشان ما يبقاش ملح قوي. في صوصات وحاجات كده هيبقى فيها ملح، ورشه فلفل اسود. بس كده يا حبايب قلبي، احنا كده عملنا البرجر. هعجنه يعني بقى ايه، هعجنه كده مع بعضه، مش قوي، مش هخليه ناعم قوي، لان اللحمه لما تبقى خشنه كده شويه تبقى احلى. ولازم تكون اللحمه فيها نسبه الدهون دي، شايفين النقط البيضه دي؟ لازم تكون بالشكل ده. بعد كده انا هعجنها، يعني مش هعجن قوي، يعني مش بعمل كفته انا، يعني فاهمين؟ حاجه بسيطه كده. هي كمنها ساعه ولسه طالعه يعني، بقالها فتره من الفريزر، بس لسه يعني فيها شويه، فانا مش هعجنها قوي، يعني اخلي بس كل المكونات دي تتجانس مع بعض. وبعد كده هكورها زي ما انتوا شايفين الكميه التانية دي اللي انا عاملها. وبعد كده هبططها، شايفين يعني بتاع الطعميه بيعمل الطعميه ازاي؟ انت هتعملوها كده كانكم بتعملوا طعميه، هتحطوها على ايديكم وتفردوها كده، ما تضغطوهاش قوي، ومش يعني مش لازم ترفعوها قوي، تكون بالحجم اللي انتوا شفتوه ده اللي انا لسه عامله من شويه. وانا هوريكم واحده كمان انا عملتها ازاي. صراحه انا ما دقتوش، بس الريحه كانت طالعه خطيره. انا هدوق طبعا وهقول لكم يعني كم من 10. خلاص هجهز انا الدنيا دي وارجع لكم تاني. هنا انا خلصت الكميه، بدخلها دلوقتي التلاجة ترتاح، وعشان اظبط الفحم بتاعي واظبط دنيتي برا، وبرجع اشيل الحاجه دي. يلا. برد بسلطان بتحرق ما انتبه تحرق دوت الاول انا حر يا مين اللي يرفع عندي تمام ما في لا بس برا بس انا هم حشمونا يلا كل يا باشا ما عليك والله الجو برد. مسكنا بوابة باشا. ده باشا ده وصل في انهاء الهجمه بشكل جيد، يعني 5 ونص ولا يسجل والله روح صوب. تعالوا ندوق بقى ونقول لكم ايه راينا. الشوط الاول مدريدي بالفرص والشوط بعدد المحاولات 9-6 في افضليه الريال. الركنيات تعادل. ما بحبش اتكلم عن نفسي والله، بس خطير، تاكد تاني. جوارديولا ولا يقول مانشستر سيتي. تشكيله فريق الملكي والله احسن من بيج ماك نفسه.